السلام عليكم. النهارده اليوم ال25 للفراخ. ما شاء الله معايا الفراخ كويسه. انا عايزه اتجنب الاسهالات، ما استناش الاسهال يجي للفراخ وبعد كده اعالجه. لا، انا من قبل ما يجي اعالج الاسهالات. وكمان معلش الكهرباء قطع معانا فبنصور والنور قاطع. انا عملت ايه للخلطه بتاعتي للفراخ. انا قمت جايبه 3 بصلات، بشرتهم وعصرتهم كويس. حطيت عليهم نص راس توم برضك قشرتها ودقيتها كويس. وحطيت عليهم ليمونتين، عصرت عليهم ليمونتين تشيل البذر منهم علشان برضك ما يجيش في معدة الفرخ. وحطيت كمان جنزبيل، معلقة كبيرة جنزبيل، وعليهم معلقتين كركم، عليهم نص معلقة قرنفل، وكمان حطيت 3 معالق خل. قلبت كل ده مع بعضه وبعد كده عصرتهم جامد وصفيت المية بتاعتهم. هحط على العليقة بتاعتي كلها دوت علشان الاسهالات ما تجيش للفرخ واي بكتيريا تدخل للجهاز التنفسي او المعدة تقتلها. واللي انا صفيته حطيته على الميه بتاعت السقايه بتاعتهم. والنهارده الحمد لله وسعنا المكان كله للفراخ علشان تقدر تتحرك معانا وتكون الحراره متوزعه عليها، ما تكونش هم حرانين على بعض. انتوا بعينيكم بتشوفوا الفرخ محتاج ايه. والسلام عليكم ورحمه الله.